سمعت قبل كده بودكاست بيتكلم عن احتياجات الشخص عشان يحس بالأمان في العلاقة، والبودكاست ده بدأ بجملة لدكتور أحمد خالد توفيق لخصت بصراحة كل حاجة. بتقول إيه؟ ما تختارنيش علشان أنا الشخص المناسب أو الشخص الأفضل، لكن أنا عايز أكون الشخص اللي بتصر عليه رغم كل المساوئ اللي بتشوفها فيا. وفسر المعنى ده وقال إن عشان الشخص يحس بالأمان لازم يحس ويتأكد إنك حبيته بكل حالاته، مش حبيته لمجرد إن أنت انبهرت بيه لفترة معينة. عشان يحس بالأمان خليه يحب نفسه ويشوفها دايما حلوة حتى في الوقت اللي هو مش طايق نفسه فيه. ما تستهونش بزعله وتركنه على الرف، حسسه دايما ان هو الاختيار الاول والاخير، الاختيار اللي بتتمناه بقالك فترة طويلة وخلاص اخيرا لقيته. ساعتها بس هيحس ان هو طاير في السماء وفارد جناحاته وهيطير من الفرحة. الخلاصة، عشان تحسس اللي قدامك بالامان خليك حنين معاه، حنين في خصامك وزعلك وحتى كلامك، وبلاش تقسى عليه مهما حصل. القسوة بتخوف وبتبني حواجز جواه، بتخليه بيرجع في كل خطوة هو خدها وهو مطمن. علشان يحس بالأمان اوعى تسيبه لأفكاره ودماغه مهما حصل. سلام عليكم.